أهلا بكم ومرحبا مع نقطة أخرى من نقاط الصدام التي لا أعتبرها نقاط صدام بمعنى صدام أو عراك، ولكن هي صدام فكري، صدام حضاري، صدام ثقافي. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا مع الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به. أهلا وسهلا دكتور راغب، منورنا في كل الحلقات. عن موضوع الصين والشبح الصيني، المارد الصيني أو التنين الاسيوي وهو الصين تحديدا، والغزو مش بس الغزو الاقتصادي اللي احنا شايفينه، لا ده غزو كمان فكري وغزو ثقافي. طبعا ده ليه مدلول مع الاسلام او المسلمين الموجود هناك. دكتور راغب، يعني عاوز اقول وابدا السؤال لحضرتك، المسلمين حضرتك احنا قلنا اكتر من 60 مليون، تمام. 60 او 100 حسب الاختلافات. نعم. هل ما استفادوش من الفكر الصيني الموجود وينشروه على الاقل لربوع المناطق الإسلامية؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الحقيقة المسلمين اللي موجودين في الصين إلى حد كبير مهمشين، ووضعهم العلمي مش متقدم، ووضعهم الاقتصادي كذلك. فاكر لما كنا بنتكلم في أوائل الحلقات على وضع المسلمين أيام المغول؟ أيوة. وأيام منغ يعني عائلة منغ الصينية، كان هم المراكز المرموقة في البلد كانت المسلمين. أيوة. دلوقتي للأسف الشديد في نوع من القهر الشديد للمسلمين، اضطهاد شديد جدا، محاولة لإقصاء المسلمين عن المراكز القيادية، المراكز العلمية، المراكز الاقتصادية، وبالتالي لأن حاسين بخطرهم. بالظبط. الصين بتتعامل مع المسلمين كشعب محتل مش كصينيين، مع ان كلهم معاهم الجنسية الصينية، بس في تفرقة عنصرية واضحة وفي اضطهاد واضح من الصينيين. وبالتالي فالصينيين المسلمين اللي عايشين جوه الصين امكانياتهم العلميه والاقتصاديه ضعيفه جدا، وبالتالي ما عندهمش شيء يقدموه للعالم الاسلامي، اللهم زي ما قلنا قبل كده كذا مره الثبات، ان هم ما زالوا مسلمين في كل هذا، يعني مهمشين اجتماعيا واقتصاديا ومع للاسف الشديد منعزلين، يعني في عزله الى حد كبير. طبعا هم في اعراق مختلفه، العرق اللي هو الايجوري او التركي منعزل تماما، ما في بيختلط به احد من الصينيين، لكن الاعراق الصينيه الاصيله زي الهوي برضه هم في عزله لكن مختلطين مع الصينيين في اعمال، لكن برضه بيتجوزوا من بعض ويعيشوا مع بعض، لان هم ليهم طبعا طبائع اسلاميه مختلفه عن الصينيين كليا. صحيح. يعني. طيب طموحات الصين هل ليها حدود؟ يعني هل وقفت، احنا اتكلمنا في حلقات على تركستان وكده، هل وقفت لحد تركستان الشرقيه هي الحقيقه ولا وصلت لابعد من ذلك؟ هي الصين دولة استعمارية الآن، دولة من الدول الاستعمارية الكبرى في العالم، يعني بمعنى ان هي وان كنا احنا شايفينها ما دخلتش في معارك، في المنطقة قوي يعني ما شافتش في معارك، ما دخلتش في معارك حديثة معاصرة، لكن لا شك اننا هنشوفها في القريب العاجل. يعني ما سمعناش عنها مثلا بريطانيا وفرنسا واسبانيا والغزو. لو انت تراجع تاريخ انجلترا، تراجع تاريخ فرنسا، تراجع تاريخ هولندا، تاريخ اسبانيا، البرتغال، الدول الاستعمارية، روسيا، امريكا دلوقتي، كل دولة بدايتها لا يمكن ان تتوقع ان هذه الدولة تنتشر في العالم. يعني لما تيجي تراجع تاريخ انجلترا قبل ان تكون الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، مستحيل هذه الجزيرة الصغيرة اللي موجودة في اقصى شمال الدنيا هتعمل ده كله. صحيح. تصبح بعد كده المملكة واصلة لاستراليا، واصلة للهند، واصلة جنوب شرق اسيا وامريكا وكندا. ايه ده؟ يعني ملكة كندا الى الحد الان هي ملكة انجلترا، يعني اللي بيحكم كندا رئيس وزراء، لكن الشكل العام المنظر ان ملكة انجلترا هي اللي على راس كندا. فدولة في بدايتها ما كانتش كده. كذلك امريكا عاشت. تقصد ملكة انجلترا على راس كندا، زي ما على راس انجلترا. أيوة. شكلا. تمام. طبعا القيادة في انجلترا رئيس يعني. وزراء، لكن الشكل ان كندا كانت احد مستعمرات انجليزيه. صحيح. فالى الان طبعا الكنديين بيعتزوا بانتمائهم للتاج الانجليزي او التاج البريطاني، يعني لان طبعا ديت نوع من ايام الفخفخه والعز والابهه يعني. فمنتمين زي ما موجود ملكه مثلا في ملك في اسبانيا، ملوش دور في الحكم، بس هو منظر زي في انجلترا، تكميل الصوره يعني. فالشاهد ان الدوله انتشرت جدا في مرحله ما كانش متوقع انها تنتشر بعد كده. امريكا لو انت تدرس تاريخ امريكا في اوائل القرن، مع انها كانت دوله قويه الا ان ما كانش ليها اي نوع من الانتشار الاستعماري في العالم. دلوقتي امريكا بتحط اساطيلها في كل مكان تقريبا موجود في الدنيا. الصين دلوقتي هي في مرحله القوه، بتطلع بشكل قوي جدا متنامي، لدرجه ان الان لو انت تقدر تقول لو تقسم العالم لقطبين، وطبعا في قطب
اوحد دلوقتي اللي هو القطب الامريكي. مم. لكن لو هتحط قدامه حد واقف هيكون الصين. روسيا بدات أيوة. النجم بتاعها يخبو الى حد كبير، فبدات الصين تطلع كبديل عن الروس او كبديل عن القطب الثاني. كقوة اقتصادية حضرتك تقصد، ولا كقوة لا عسكرية، عسكرية سياسية، فيتو، نووي، إمكانيات هائلة اقتصادية، إمكانيات بشرية، جيوش بالملايين، وكوريا الشمالية برضه عاملة لهم قلق يعني. طبعا كوريا الشمالية، عارف أنت واحد راكن على حيطة، الحيطة ديت هي الصين. كوريا الشمالية نقطة على الخريطة. أيوة. يعني ولا حاجة، لكن طبعا وراها الصين بتنميها. يعني هي عارفه ان الكتله الشرقيه هيكون معاها وقت كده. هي حاطه الصين، يعني الصين حاطه كوريا الشماليه البلطجي الصغير اللي عمال يناوش البلطجي الكبير اللي هناك عشان هي ما تخشش في اللعبه. كوريا الشماليه عماله تغيظ في امريكا وتهددها والصين بتتفرج على الاحداث مالهاش دعوه. انما طبعا كوريا مش متحركه من غير اوامر من الصين، وامريكا فاهمه كده كويس والعالم كله فاهم كده كويس، بس هي موازنات سياسيه. فدلوقتي الصين هنفترض ان اهل تركستان المسلمين للاسف الشديد ناسين قصتهم، صمدوا 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 وبعدين وقعوا تماما، هم دلوقتي محتلين بالفعل. ايه الخطوه القادمه؟ الخطوه القادمه ان الصين في تخيلي تجوز التركستان الى ما بعدها. ايه اللي بعدها؟ بعدها طاجكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، اوزبكستان، تركمانستان. الخمس دول دولت متحررين في التسعينات من الاتحاد السوفيتي. لما اتفك الاتحاد السوفيتي، الخمس دول دولت في غاية الضعف، في غاية الضعف بمعنى الكلمة. عسكريا ضعيفة جدا، اقتصاديا ضعيفة جدا، سياسيا هشة جدا. هذه الدول يعني فعلا محتاجة عون كبير جدا، والمسلمين فيها نسب بتتجاوز 90%. وده هياخدنا لسؤال مهم جدا دكتور اعتقد، وهو هل تحرر هذه الجمهوريات الاسلاميه من الاتحاد السوفيتي هل ده علل العلاقه مع الصين؟ ولا دي حاجه ولا عمل مشاكل؟ لا طبعا عمل مشاكل كبيره. الدول ديت اول ما اتحررت هي طلب، يعني ايه التحرر من الاتحاد السوفيتي؟ الطلب حق تقرير المصير. ده الكلام ده في اول التسعينات، حق تقرير المصير. فلما خدت هذا الحق نتيجه ضعف الاتحاد السوفيتي وتفككه فخدته. فلما اخذته التركستان نادوا بنفس الحق اللي انتشر في الدنيا. حق تحقيق المصير ده كان موجود في كل دولة، شفناه في الدول ديت، شفناه في اوكرانيا، شفناه في ليتوانيا، شفناه في استونيا، شفناه مش عارف ايه كل الدول اللي كانت جوه الاتحاد السوفيتي اتفكت. الاتحاد السوفيتي زي الصين، الاثنين دول شيوعية. طب اشمعنى احنا تركستان ما نطلبش حق تقرير المصير؟ طلبوا حق تقرير المصير، قوبلوا بعنف شديد جدا 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 وقمع رهيب من الصينيين. الصينيين كانوا هديوا مدة 20-30 سنة كده من بعد ماو تسي تونج ما عمل المذابح بتاعته في 49 وأوائل الخمسينات. فترة أواخر الخمسينات والستينات والسبعينات كانت فترة هادية فيها استعمار وفيها استغلال وفيها كذا، بس ما فيهاش قمع، قهر، ضرب، قتل، كلام من ده. رجعنا تاني في التسعينات والألفينات اللي احنا فيها دلوقتي، رجعنا تاني للقهر والبطش الشديد نتيجة ان التركستان بدأوا يشموا نفسهم هم كمان تاني، مش عشان في حرية عندهم، عشان غيرهم بيتحرر. طب مش معنى احنا فنادوا يعني احرام على بلابله الدو حلال للطير من كل جنس. بالظبط. الصين بقى تخيلي ان هي تجوز تركستان وتخش على الدول الغلبانة اللي وراها ديت. وامريكا على فكرة قارية هذا المخطط، واليهود قاريين هذا المخطط. وانا هقول لك على حاجة غريبة جدا، في ظل غياب العالم الاسلامي وفي حالة النوم المؤسفة اللي بيعاني منها معظم الدول الإسلامية، بعد تحرر هذه الدول الإسلامية من النصير؟ مين اللي ساعدها؟ هي خارجة من الاتحاد السوفيتي في غاية الفقر، الاتحاد السوفيتي نفسه كان فقير، الاتحاد السوفيتي كل إمكانياته محطوطة في السلاح. فمين وقف جنبهم؟ مين نصرهم؟ مين يعني عزز من موقفهم؟ أول دولة في العالم عملت علاقات مع الخمس دول إسرائيل، أو الكيان الصهيوني عشان ما بيحبش يسميها إسرائيل يعني. وطبعا مش عشان خاطر عيونهم ابدا، طبعا هذه يعني اولا عماله هتكون في هذه المنطقه، لف حوالين المسلمين من اللي وراهم، قرب من الصين، قرب من روسيا، قرب من الهند، مكان في غايه الاستراتيجيه. فاسرائيل او اليهود اول ناس عملوا علاقه مع هذه الدول الخمسه المتحرره من الاتحاد السوفيتي.
واول حاجه فكرت فيها امريكا بعد التحرر اقامه قاعده عسكريه ضخمه، اضخم قاعده عسكريه موجوده في اسيا، موجوده في اوزبكستان، لامريكا يعني في اسيا، في اوزبكستان. قاعده امريكيه. قاعده امريكيه عسكريه موجوده في اوزبكستان. طيب يعني الدول دي بتفكر في نفس اللي بتفكر فيه الصين. الصين عايزه تاخدهم، امريكا راح تنطط فيهم. امريكا ما نزلتش افغانستان كده عشوائي، امريكا نزلت افغانستان قريبه من الصين، قريبه من روسيا، قريبه من المنطقه دي، اول مره تخش بجيوشها في هذه المنطقه. طبعا في مشاكل برضو عشان المسلمين والقاعده والطالبان والقصص دي كلها، بس ده مش بس الهدف اللي نزلت عشانه امريكا بجيوشها العملاقه عشان تنزل الى لارض افغانستان. شغل كبير وتخطيط خطير جدا جدا. هو بيلعبوا يعني احنا فين اين المسلمون؟ احنا فين من الفكر ده؟ بالظبط، هي دي مشكله. يعني شوف الدنيا كلها بتخطط يعني شرقا امريكا وغربا جايه في كتله من شرقيه اخر الدنيا وكتله غربيه، بيخططوا في ايه واحنا الكلام ده ناس بتسمعه.